اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا النور في قلبي. سعيد ان يكون معايا النهارده دكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوه والاعلام جامعه الازهر الشريف. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم المستضيفين والساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبين. كلنا طبعا عارفين ان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان له اولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وايضا الشياطين ليهم اولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. دايما بنقول كل الناس بتبقى عايزة تعرف إزاي نحافظ على أولياء الله، وإزاي نكثر منهم، وإزاي يكونوا ليهم متابعين ونكثر منهم في الأيام الكريمة دي وبعد كمان الأيام الكريمة. لا شك أن قضية الولاية مفهوم الولاية احنا محتاجين نقف وقفة مع مفهوم الولاية. أولا معنى الولاية في اللغة هي النصرة والمحبة والمتابعة، ده كلمة في اللغة العربية معناها طبعا. ولاية يعني ايه؟ أنا بوليك على أمر ليا، يعني بحترمك وبقدرك، أنا بحبك، أنا بنصرك، أنا بأيدك، أنا بتابعك، أنا بأطيع أوامرك. ده معنى الولاية في اللغة. ولهم البشرى في الحياة الدنيا. ولهم البشرى في الحياة الدنيا. أما ده بالنسبة لمعناها في اللغة. في الشرع طبعا القرآن الكريم لما استخدم مصطلح الولاية استخدمه على أسلوبين. يعني في هناك الولاية قد تكون ولاية للرحمن وقد تكون ولاية للشيطان. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض طبعا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. دي آيات في القرآن الكريم بيتبعوا بعض بالظبط كده. ففي الولاية يعني في ولاية للرحمن وفي ولاية للشيطان بالتأكيد. أعوذ بالله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين في استخدام آخر للمصطلح والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يبقى عندي أنا الاستخدام قد يكون مع يعني ولاية لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، يعني متابعة ليه ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل، ويبقى كده المصطلح بصيغة مدح. لكن لو انا هنقله على الشيطان يبقى صيغه ذم طبعا وكره يعني. بالظبط كده. دكتور محمود، طب من هم اولياء الرحمن؟ يعني نيسر بس على مشاهدينا عشان لو يعني من هم اولياء الرحمن؟ طبعا هو في مساله مهمه جدا. الولايه دي تكليف من الله سبحانه وتعالى، زيها زي الإيمان وزي الإسلام. يعني لابد لكل مسلم أن يكون وليا لله عز وجل طبعا. ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان يعني ولا ثالث. يعني دي قضية، لأنه بعض المفاهيم الموجودة في ساحة الفكر الإسلامي والثقافة وكذا يعني بتحشر أو تحصر أو تحجر في مفهوم الولاية على طائفة معينة مخصوصة. الحقيقة ده فهم ما كانش موجود، هذا الفهم طبعا. في صدر الإسلام الأول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل مسلم هو ولي لله عز وجل. في درجات طبعا في درجات بحسب درجات بتيجي ازاي؟ بحسب قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى، لأن بدليل ان هم بيبقى ليهم صفات. أولياء الرحمن بيبقى ليهم صفات يعني. فبقدر احنا مثلا بنأكد في البداية مع السادة المشاهدين على انه الولاية مش هدية، مش منحة، مش جايزة، مش تعب مش كارت بلانش يعني. لا طبعا حد بياخده وبيحطه في جيبه بجتهد عشان اكون من اولياء الرحمن. هو ده المعنى اللي عاوز ناكد عليه. ارفع من قدري اكتر، اجتهد كل ما اقتربت من الله اكتر كل ما زاد مستوى الطاعه، كل ما زاد مستوى الاقبال على الله سبحانه وتعالى، الذكر والعباده يعني مش اي حد يا دكتور اذكر او استطيع ان انا اقول ان هو من اولياء الرحمن. يعني اكيد حضرتك انا بس عايزه يعني اخد من حضرتك الصفه ان انا اطمن. انا جاي للصفات بس انا عايز بس اوصل رساله للمشاهد الكريم انه كل الولايه كل مسلم ولي لله عز وجل. لكن في درجات في الولايه في درجات في الولايه طبعا. درجات احنا بنتكلم عن الظالم لنفسه والمقتصد، زي ما القرآن الكريم قال في سورة فاطر، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. دول 3 مراتب في الإيمان وفي الولاية. الظالم، من هو الظالم لنفسه؟ اللي هو الشخص اللي بيرتكب معاصي ومنكرات بيبتعد عن وطبعا فده لا شك انه اشد انواع الظلم ان يظلم الانسان نفسه. كيف يظلم الانسان نفسه؟ ببعده عن الله عز وجل وعدم اتباعه لاوامر الله النفس الاماره بالسوء. ده رقم النفس الاماره بالسوء طبعا. ده الظالم لنفسه. في المقتصد، ده شخص يعني محافظ على الصلوات، محافظ على الصيام، محافظ بيؤدي الزكاه، محافظ على الفرائض، لكنه في النوافل
والعبادات السنن والنوافل مقصر فيها، ما بيقتربش قوي. لا ما بيقتربش كتير، محافظ على الفرائض لكن مقصر في النوافل والسنن. ده المقتصد. يجي بقى التوب بقى اللي هو ايه؟ السابقون الخيرات. ده المحافظ على النوافل وعلى الفرائض وعلى كل اعمال الخير، اللي هو المجتهد دينيا. طبعا مجتهد دينيا طبعا. دكتور محمود، هل نقدر نقول ان طبعا في فرق بين اولياء الرحمن واولي العزم؟ طبعا بالتاكيد. يعني اولا اولي العزم ده مصطلح خاص جدا بمجموعه من الانبياء نص عليهم القران الكريم، اللي هم الخمسه. اتفضل حضرتك. واذا اخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وابراهيم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. بنتكلم عن الخمسه، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هم دول اولي العزم من الرسل، ودول افضل يعني قدوه. يعني افضل الرسل وافضل الانبياء. الله هو الذي فضلهم، وافضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده من جد سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم، ثم موسى عليه السلام، ثم بقية الرسل. فطبعا أولو العزم دي صفة خاصة بالأنبياء بهذه المجموعة الخمسة فقط. إن في بعض الناس بيغفلوا، ما بيبقوش عارفين يفرقوا ما بين الخمسة دول وباقي الأنبياء. لا لأن إحنا بنقول إيه يا نيفين هانم؟ اتفضل. بنتكلم عن احنا الايمان بالله عز وجل، اركان الايمان بالله عز وجل، الايمان بالملائكه والايمان بالكتب والايمان بالرسل. ما معنى الايمان بالرسل؟ ان انا عندي 25 رسول مذكورين اسمائهم في القران الكريم، يجب على كل مسلم انه يؤمن بهذه الاسماء ال25، يكرر دعواته، يتعظ من تصرفاته، من قومه حصل معهم ايه طبعا كده، وذكر سيرتهم طبعا. في ايمان في انبياء، احنا بعض الاثار بتتكلم عن 125,000 نبي، ده على جهه الاجمال، لكن التفصيل عندي 25 نبي ورسول مذكورين في القرآن الكريم. وبعدين الإيمان بكل الأنبياء. إحنا عندنا في ديننا وفي عقيدتنا الإنسان إذا كفر بنبي واحد كأنه كفر بكل الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه عقيدة المسلم. فأنا أؤمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، نحن نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. أما اتفضل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، نعم، لهم البشرى في الحياة الدنيا. نعم. الذين آمنوا أسلموا وآمنوا بيجتهدوا في العبادات، وأكيد إن في فرق بين الإيمان والتقوى. بالتأكيد التقوى هي ثمرة الإيمان. احنا بنتكلم عن حديث جبريل اسمه حديث أم السنة. في حديث عندنا اسمه ايه؟ أم السنة. أيوه. ايه الحديث ده؟ اتفضل. حديث سيدنا جبريل دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه. اتفضل. حديث طويل طبعا. يعني دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال له، شرح له الإسلام. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى دي مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. الحقيقة أنا عاوز حاجة واحدة فقط، أنا عاوز تذوق الطاعة. تذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. التذوق يعني إحساس بالطاعة، بحلاوة الطاعة. في شخص بيؤدي مجرد أداء معتاد، بتبقى شيء روتيني، أداء روتيني، أداء مش حاسس، روح العبادة مش موجود طبعا. أنا عاوزه يحس بيها، عاوزه يتذوقها، عاوزه يشعر بحلاوة الطاعة. لا شك إنه ده بيحتاج إلى نوع من المجاهدة ونوع من والإنسان طبعا سبحان الله كل ما زاد في الطاعات وكل ما ربنا بييسر له الامور يا دكتور. ربنا بييسر له الامور. يبتدي يوصله ربنا خطوه خطوه ان هو يصل للاحساس الراقي اللي حضرتك بتقول عليه ده، مش يكون بيأدي. لا مش طبعاً، يكون بيأدي، لان العباده زي ما احنا عارفين لها شكل ولها جوهر. احنا هنعرف الشكل والجوهر. هنعرف الشكل والجوهر بعد الفاصل، ونرجع تاني مع استاذ دكتور محمود الصاوي. اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد. لهجت باسمك الخلائق جمعا
لهجت باسمك الخلائق جمعا من مناد بسؤله ومنادي. بنرجع مرة تانية مع أستاذ دكتور محمود الصاوي. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور، منورنا. دكتور، يمكن في الفاصل كنت بقول لحضرتك الناس بتبقى نفسها تجتهد وتبتعد عن العوائق اللي ممكن تبعدني عن، يعني أعتقد أن الناس كتيرة بتبقى نفسها تبقى تقية وتبقى كويسة وملتزمة عشان ربنا يرضيها ويبارك لها وتكون من إن شاء الله أهل الرحمن. حضرتك تنصحهم بإيه وإزاي أبتعد عن العوائق، الشيطان الرجيم زي ما بنقوله اللي هو ممكن يعطلني عن ده أو يوسوس لي بحاجات دي؟ هو لا شك انه احنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا شك ان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بتعاليمه وتوجيهاته، وبعدين ان المسلم دائما يتحرى، يعني يسأل العلماء ويرجع للعلماء حتى يتبين السلوك الذي ياتيه او التصرف الذي ياتيه. يعني خلي دايما موجود في حلقات الذكر والدروس وحاجات كده عشان يتعلم. ده لابد من ازاله الاميه الدينيه ودفع الثقافه الاسلاميه والثقافه الدينيه الموجوده. لا شك ان الله سبحانه وتعالى في حاجه مهمه جدا للساده المشاهدين، يعني كما يسال الله عز وجل العالم يوم القيامه، زي ما ربنا بيسال العالم يوم القيامه يقول له: انت ما التزمتش بعلمك ليه؟ هيسال الجاهل يقول له: انت ما تركتش جهلك ليه؟ وكان امامك فرصه للعلماء والفقهاء تسالهم وتتعلم منهم، الاثنين هيتسالوا، الجاهل والعالم. والمساجد مفتوحه يا دكتور وفيها علماء وفيها شيوخ والبرامج الفضائيه والبرامج التلفزيونيه والان السوشيال ميديا والان وسائل التعليم. يعني هو حسب ان هو ما بحث، بالظبط، حسب ان هو ما بحث. طبعا يسال الله عز وجل العالم يوم القيامه: لما فارقت علمك؟ ويسال الجاهل ايضا: لما لازمت جهلك؟ انت كان عندك فرصه تسال، كان عندك فرصه تتعلم، ليه ما سالتش؟ وليه ما بحثتش؟ زي ما انت بتبحث في امور دنياك طبعا وتسال في كل كبيره وصغيره طبعا وشغلك. انت لو عاوز تروح تشتري، اسف يعني عاوز تشتري بدله ولا تشتري جاكيت ولا بتلف كل محلات المولات كلها، لا والسوشيال ميديا الحلال والحرام مش عاوز تتعب نفسك. لا طبعا، اللي هو نجاتك في الاخره وهو سبيلك الى الجنه. احبابنا الكرام، يا ايها الساده المشاهدون الاكارم، احنا جايين من الجنه، يعني خلاص الكلام من الاخر كده، احنا طالعين من الجنه، عاوزين نرجع الجنه تاني كلنا مع بعض يا رب يا دكتور. احنا زي ابونا ادم وامنا حواء كانوا في الجنه ماشي، واخرجوا الى الارض للابتلاء والاختبار ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين اللي هيعمل صح ومين اللي هيعمل غلط؟ مين اللي هيسمع كلام ربنا ومين اللي هيسمعه؟ عاوزين نرجع تاني كلنا بالله عليكم، عاوزين نرجع كلنا تاني لربنا للجنه، عاوزين نرجع لمكاننا الاولاني، ما يتخلفش منا حد يروح على النار شمال ولا يمين. دكتور محمود، اولياء الرحمن ليهم درجات طبعا. حضرتك لو بتقدر تنصحنا دلوقتي، يعني مثلا في حد يقول اصل انا بصلي وبعمل مثلا التراويح وبسبح، المفروض يعمل ايه ويكثر منه عشان يبتدي لا ان شاء الله في ايام الكريمه دي وما بعدها باذن الله يرتقي ويكون من اولياء الرحمن؟ هو اهم حاجه والنصيحه ليا ولكل الساده المشاهدين احبابنا الكرام، الحقيقه احنا يعني الالتزام بالفرائض ده رقم واحد، يعني انت رقم واحد عندك الالتزام بالفرائض وبعدين اجتناب المحرمات طبعا. لو احنا وقفنا عند الاثنين دول، لانه الحديث حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا المعنى بوضوح في قضيه الولايه، احنا بنتكلم فيها دلوقتي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ولا يزال عبدي دي سكه الولايه. كيف يكون الانسان وليا؟ هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب الي ماشي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه. هو ده هذا يعني كيف يكون وليا، يبقى يلتزم بالفرائض، يكثر من النوافل ويمضي على هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى سيفيض عليه فيوضات كثيره جدا، ويكثر من الاستغفار يا دكتور والتسبيح طبعا الاستغفار. صلى الله عليه وسلم كان برضه من الحاجات العجيبه اللي فينا دلوقتي تقول لك ايه؟ هو انا ما عملتش ذنب، انا استغفر ليه؟ استغفر. ساعات ناس تقول كده، ايوه يقول لك انا ما عملتش حاجه، انا الحمد لله. يا اخي الكريم، يا اختي الفاضله، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر في اليوم 70 مره او 100 مره. طب ده اولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما عندوش ذنب، الا اكون عبدا شكورا. ومع ذلك 70 مره و100 مره ما حدش يقول، لان ده جرأه على الله سبحانه وتعالى. يقول لك انا مش، لا، في ذنوب احنا كتير عملناها ونسيناها
نسي احصاه الله ونسوه. احنا نسيناها في زمن عنه 20 سنه و30 سنه و40 سنه لورا ونسيته، مكتوب والملائكه مسجلينه. فلا بد نحن نحدث الاستغفار ده. فالمفروض الاستغفار ده يوميا وعلى طول باستمرار. وطبعا في صيغه مهمه جدا للاستغفار اللي هي سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كده: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رب العالمين. عاوز نحفظ الصيغه دي لان دي افضل واهم صيغ الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رب العالمين. يا ريت نحفظ ده ونحفظه لاولادنا وبناتنا ويبقى يعني فيها استمراريه استمراريه. طب دكتور هننتقل بقى للجزئيه اللي هي اعوذ بالله من هم اولياء الشيطان؟ طبعا زي ما قلنا في الاول انه الولايه معناها المحبه والولايه معناها المتابعه والولايه معناها الطاعه. من اطاع الله فهو ولي لله عز وجل ومن اطاع الشيطان فهو ولي للشيطان. يعني ده باختصار شديد جدا كده بنقول. طبعا في اولياء للشيطان طبعا، والشياطين احنا عندنا نوعين، في شياطين الانس وفي شياطين الجن. شياطين الانس يعني يمكن شياطين الانس الصحبه السيئه، ممكن تكون الصحبه السيئه قد يا فندم شياطين الانس ممكن يكونوا اخطر على الانسان من شياطين الجن. يا سلام. طبعا لان انا الشيطان الجن انا بقول اعوذ بالله من الشيطان وينصرف عنك الشيطان، لكن شيطان الانس ممكن يسوي اللي هو بيزين لك المعصيه. من هو شيطان الانس باختصار عشان ما نبقاش بنتكلم في كلام كده مش مفهوم. من هو شيطان الانس؟ كل من يزين لك المعصيه، كل من يعينك على المعصيه، كل من يمنعك عن طاعة الله عز وجل ولا يشجعك على الطاعة. ولذلك الأصحاب قضية اختيار الأصدقاء واختيار الأصحاب دي مسألة في منتهى الخطورة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبعدين في مسألة مهمة جدا 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 يا ريت ناخد بالنا منها يا حضرات. إنه استكثروا من الأصدقاء الصالحين. استكثروا من الأصدقاء والأصحاب الصالحين. عارفين ليه؟ بتبعه من غير ما اقصد وبكون موجود معاه باستمرار. له فايده في الدنيا وفايده في الاخره. فايدتين حضرتك، فايده في الدنيا فايده في الدنيا انه بيعينك على الطاعه ويذكرك بالله عز وجل اذا رايته ذكرت الله سبحانه وتعالى. في الاخره عارفه حضرتك ايه؟ بيصحبني فانا لا بيدخل الجنه. هو بيدخل الجنه وانا اكون مقصر وبتحاسب بره. يقعد زعلان في الجنه ويقول يا ربي انا لن تطيب نفسي ولن يسر خطيئي الا اذا كان معي صاحبي فيقول خذ بيد صاحبك. فالصديق الصالح هيشفع لك في الاخره، هياخدك الجنه معاه. الله فانت انتبه لهذه المساله يا ابن الغالي، يا ابنتي الكريمه، اختي الفاضله، اخي الكريم، انتبهوا لهذه المعاني المهمه جدا جدا جدا. الاصدقاء، الصاحب ساحب. طبعا ان شاء الله نكون مع ان شاء الله جميعا في الجنه مع حضرتك ان شاء الله يا رب باذن الله. احنا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع تاني مع دكتور محمود الصاوي. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ورجعنا مرة تانية برنامجنا نور في قلبي مع أستاذ دكتور محمود الصاوي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. دكتور محمود، في بعض الناس بتكون احنا بنبقى عارفين ان هم مش ملتزمين وما هماش كويسين زي ما بيدعوا، وبيدعوا ان هم كويسين عشان نقدر نقول يعملوا غسيل مخ لبعض الشباب. يعني حضرتك في الحالة زي دي نعرفهم ازاي؟ ممكن تكون سماتهم ايه او صفاتهم ايه عشان ما نتغشش فيهم؟ يعني اللي هم مين؟
يعني الصحبه اللي مش كويسه او في بعض الشباب بتبين ان هي كويسه وملتزمه وهي بتكون عكس كده، فبالتالي زي ما حضرتك قلت الصاحب ساحب، هم بنقدر نقول بيسحبوا معاهم بعض الاخلاء او الاصدقاء بطريقه غير متزنه. عندنا تمام يا هانم، احنا الحقيقه عندنا يعني ايه، عندنا قاعده عامه بتحكم المساله دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المفروض ان الاسره وانا قلبي ومحبتي واجلالي لكل الاسر الغاليه المصريه المسلمه والعربيه في كل مكان، الحقيقه ينبغي ان هي تقوم بدورها. يعني لابد ان يحصل نوع من التكامل في الادوار المجتمعيه داخل المجتمع. أيوة. انا بتكلم عن مؤسسه الاسره، بتكلم عن المدرسه، بتكلم عن الاعلام، بتكلم عن الانديه. الحقيقه لابد انه يبقى في نوع من التناغم والتكامل في الادوار وفي تربيه النشء وفي الحفاظ على منظومه القيم الاخلاقيه والايمانيه داخل المجتمع. طبعا. الله سبحانه وتعالى سيسال كل اب عن اولاده وعن بناته، يعني هل هو فعلا، وتذكرين حضرتك ان سيدنا عمر كان واحد راح لسيدنا عمر يشكو له رضي الله عنه، يشكو له ايه؟ يشكو له ان عقوق ولده، قال له ولدي عاق مش بيسمع كلامي. تمام؟ فسيدنا عمر بعد جاب الولد استدعاه، هو خليفه المسلمين طبعا، بعد استدعاه قال له تعالى، قال له انت ليه بتعق ابوك؟ لماذا عققت اباك؟ قال امير المؤمنين هو اولا لم يختار لي، يعني بيشكي له بقى حيثيات، لم يختار لي أما حسنة واسم كويس، وبعدين لم يختار لي اسما حسنا ولم يعلمني حرفا من القرآن. شوفي حضرتك. طبعا. فالولد عرض المظلمه والشكايه بتاعت سيدنا عمر، فقال اذهب يا رجل قد عققت ولدك قبل ان يعقق. وبعدين اولادكم على بركم. طبعا. وبعدين احنا كلنا حافظين حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ايه، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح. يا حضرات يا ايها الساده، كيف ياتي الولد الصالح؟ الولد الصالح مش هينزل بالباراشوت من فوق من الجو، لازم مجهود وتعليم في ايدي بذره انا برعاها واتعهدها بالرعايه والتربيه ومذكور يا دكتور كمان ان في القران الكريم في سوره بيقولوا ان انا يا ريتني ما اتخذت فلان خليل، كان اضلني عن فلانا خليلا، قد اضلني عن ذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان. نعم. فالصديق ده شيء مهم جدا جدا. وطبعا الوسائل الكتيره السوشيال للاسف الشديد برضه، السوشيال ميديا والفضاء الالكتروني للاسف الشديد، يعني برضه احنا محتاجين برضه ايه، يعني انا مش عاوز اقول الرقابه، عاوز اقول متابعه، يعني عشان بس كلمه الرقابه على الابناء دي بتزعلهم مننا، مش عاوزين يزعلوا مننا. احنا عاوزين ولادنا، احنا بنحبكم واحنا بنخاف عليكم وعاوزين نحتضنكم وعاوزين يعني ايه، خدوا خبراتنا الكبار، خدوا تواصل الاجيال. الحقيقه مهم جدا. ارجو ان الاعلام والدراما والمسلسلات تركز على قضيه التكامل بين الاجيال، احداث فجوه بين الدنيا والدين، يعني الدنيا والدين، العلاقه الوطيده في المجتمع ما بين الحياه الاجتماعيه والدينيه. طبعا. ان انا بطبق الدين. دكتور لو اتكلمنا عن ازاي ان انا اقدر ابتدي انصح الشباب مثلا في سن 15 16 اللي هم مقبلين لسه وفي بداياتهم، انصحهم ازاي؟ ولا حضرتك تفضل ما قبل ذلك كمان؟ لا طبعا، البدايه مبكره طبعا قبل هذا. سيدنا النبي قال لنا عليه الصلاه والسلام قال مروا اولادكم بالصلاه ب7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. انا ببدا يا فين هانم، احنا جيلي انا حفظت القران الكريم كاملا وانا عمري 7 سنوات. ما شاء الله. واخواتي كده، انا عاوز ده الجيل بتاعنا، بتاعنا. لا ده 7 عشان لسه سنه لغايه 15 طبعا. ده 15 خلاص كنا احنا كل حاجه يعني عاوز يا دكتور في تصرفاته وفي اسلوبه وفي اختياره وابتدي اتحدث معاه. المفروض طبعا الصلاه والصوم والحاجات دي ده المفروض من 10 سنين يعني قبل كده. الحاضنه الاسريه الايمانيه لا شك انها تؤثر تاثيرا كبيرا على ابنائها وعلى بناتها. الولد بيقلد ابوه، البنت بتقلد مامتها، بتشوفها بتصلي بتروح تقف جنبها. الولد وبعدين نعلم نكون قدوات عمليه حقيقيه لاولادنا وبناتنا. انا رايح ازور اخويا، اخد ابني في ايدي، تعال زور عمك، يعرف ان في عم. سيادتك بتزوري حضرتك اختك، يبقى في بنت حضرتك خالتها تعرف ان لها خاله وان ليها حقوق، مش كلام. انا عاوز تربيه عمليه. تودها طبعا، عاوز تربيه عمليه وعاوز قدوه عمليه طبعا. أنا سعيدة جدا بحلقتي مع حضرتك النهارده، وكل سنة وحضرتك طيب. واحنا كده سعدنا بأستاذ دكتور محمود اسطاوي الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام جامعة الأزهر الشريف. احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجنا نور في قلبي. انتظروني في حلقات جديدة، وإلى أن نلتقي لكم مني أراق الأمنيات.